بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: شبهات وردود حول الوحي الشرعي. مر معنا الوحي لغة وشرعا، وأنواع الوحي في اللغة وأنواع الوحي في الشرع. طيب، هذا الوحي هناك شبهات خاصة في هذا. لا توك جاي انت. أنا جيت مستعجل. يلا روح. هناك شبهات خاصة في الزمن المعاصر عن الوحي، لأن للأسف انتشر الإلحاد، وانتشر الأفكار الهدامة وأفكار الضالة والأفكار التي تدعو إلى الحرية المطلقة. الوحي يأتي يقيد هذه الأفكار الباطلة، هذه الأفكار المتعفنة. هم يريدون الإنسان يكون كالبهيمة، يأكل ما يشتهي ويعاشر من يشتهي ويفعل ما يشتهي، لا يوجد هناك ضابط ولا يوجد هناك رادع ولا يوجد أي شيء، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. طيب، الوحي يقول هذا حرام هذا حلال، افعلوا لا تفعلوا، فأعطوا شبهات حتى يقللون من أهمية الوحي أو ينكرون صحته. فلا بد من معرفة بعض هذه الشبهات والرد عليها، خاصة الآن انتشرت الشبهات وانتشر المبطلون. وهذه الشبهات موجودة من قديم، وكل زمن تثار مرة أخرى، كل زمن تثار مرة أخرى. من هذه الشبهات هم أظن ما ذكروا إلا شبهة واحدة في الكتاب، يعني قالوا ومن أبرز هذه الشبهات، ثم ما تكلموا إلا عن شبهة واحدة، فلعلها يعني اختصروا أو شيء من هذا، الله أعلم. طيب، الشبهة الأولى قال: إنكار ربانية القرآن وادعاء بشرية القرآن. إنكار ربانية القرآن وادعاء بشرية القرآن. أنت الآن إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى وقلت أن القرآن كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول وأتى بمعجزة وهي القرآن، لا يريد أن يؤمن بهذا، يريد أن ينغمس في شهواته، يقول أصلا هذا القرآن ليس من عند الله، هو من مصلح اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فأنكروا أن القرآن هو كلام الله. لماذا؟ لأن إذا قلت أن الله عز وجل يحرم الربا، عظيم، كيف يفعل شيئا نهى الله عز وجل عنه؟ إذا قلنا لا يجوز ترك الصلوات لأن الله عز وجل أمر بالصلاة، تكون عظيمة. فإسناد الشيء إلى الله عز وجل يجعل عندهم تأنيب للضمير كما يقال، ويشعر أنه منبوذ، أنه يفعل خلاف ما أراده الله عز وجل أو خلاف ما أمره الله عز وجل. فقالوا أفضل حل ننكر مرة واحدة. لهذا كثير من الملحدين يا إخواني لا تناقشه فكريا وتتعب نفسك مع شبهاته، وهو الأصل فيه أنه يريد الشهوات، هو يريد انفتاح الشهوات على مصراعيها، يريد أن ينظر للحرام وأن يفعل الحرام وأن يسمع الحرام وأن يرقص مع الراقصين وأن يلهو مع البنات الماجنين، ولكن عنده عقبة كؤود أن هذا حرام 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 حرام، فأتى فأنكر، نسأل الله العافية، وجود الله عز وجل حتى ينغمس في الشهوات. ليس عن شبهات فكرية حقيقية. كثير منهم، لا أقول الكل، كثير منهم هو ما اتخذ هذه الشبهات الفكرية إلا جسرا ومحطة إلى شهواته. ومن ذلك أنهم ادعوا أن القرآن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا قديم من أيام كفار قريش. قال الله عز وجل عنهم: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وقال الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقالوا، المهم آيات 6 ذكروها،
كلها يدعي الكفار الذين أنزل عليهم القرآن أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من بشر وليس من خالق البشر، لأن إذا كان من خالق البشر لابد أن نتبعه. لكن إذا قلنا هذا منه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من الله وهو افتراه، يخف الوقع عليهم. واليوم هذه الشبهة موجودة عند الملحدين وعند الكفار، ويقولون هذا القرآن هذا ليس كلام الله، هذا كلام يعني كلام حكم. وتجد يهود يقول أنا أقرأ القرآن، أو نصراني أو ملحد يقول أقرأ القرآن وأنتفع به، لكن هو ليس كلام الله، هو من محمد. ومحمد صلى الله عليه وسلم وطبعا ما يصلي عليه مصلح وذكي وفيلسوف من الفلاسفة. نعم، لا هذا شيء آخر، أنه جاء نبي يقرون بالنبوة لكن العرب، لكن هذا لا، يقول هو فقط قائد عربي ليس بنبي. وهذا الكلام باطل. لو أنت دعوت أحد إلى الإسلام ثم قال لك يا خالد أو يا بندر أو يا محمد أو يا أي أحد، قال لك من قال أن القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى به هو من عند الله؟ كيف عرفت يعني أي شيء يقوله لك أبوك أو أمك أو ما درست من مشايخك أو البيئة اللي أنت فيها يكون حق؟ لا، أنتم هكذا لقنتم تلقينا، هو يقول هذا المبطل وأنتم تقولون كما قال. ما الدليل على أن القرآن هو كلام الله؟ لو أنت الآن، وللأسف الآن مفتوح الدنيا في اليوتيوب، تشوف الغربي والشرقي وتشوف الملحد وتشوف الضال، أو بالصيف ما شاء الله كثير من المسلمين يذهب أوروبا ويذهب أمريكا ويذهب الصين ويلتقي مع ما واحد قال لك هذه الشبهة. كل واحد منكم يسأل نفسه الآن، قال لك من عطني دليل عقلي أو دليل يقنعني وهو كافر أن القرآن هو كلام الله. يقول لك حتى هذا عدد الجريدة هذا كلام الله، يلا اثبت. كيف تثبت هذا الشيء؟ من عنده جواب منكم؟ أنا بطلب منه أنه يجيب لي مثلا آية أو صورة واحدة نفس اللي هو مكتوب، يجيب لي نفس. أنا ما أريد أن أتحداك، يقال لك أنت عطني دليل أن القرآن هذا هو كلام الله. هي أنت تقول أن القرآن هو كلام الله، صح؟ لو أتاك المبطل وقال لك ما الدليل أن القرآن كلام الله؟ يقول الآيات ها؟ يقول شو تقول له؟ هو ما يصدق. لا أنتوا الآن خل النقاش معي، لا أحد، خلكم النقاش معي. واحد لو قال لك هو ملحد، هو كافر، هو زنديق، قال لك عطني دليل أن القرآن كلام الله، ماذا ستجيبه؟ تفضل. لا ما نبي طويلة، نبي قصيرة. احنا الحين بالدرس ما فيه ما الدليل؟ ها؟ يا سلام، ما في جواب ان القرآن كلام الله. الله اعلم، اخذناها اساطير الاولين، قالوا لنا اياه وقلناها. ها؟ شلون؟ لا اللي بيجاوب يرفع ايده عشان قول. يقول لك من قال لك؟ لا اتى به انسان. انت تدعي انه من الله. اي احسنت، هذه اجابه. ما هو الاعجاز؟ اي اعجاز؟ انت الان هذا كلام صحيح، انتم لما سكتوا ترى ثورتوا دمي. شلون تسكتون؟ كلام الله عز وجل، واحد يقول لك ما الدليل عليه، ما تدري تسكت، توزع ابتسامات. لا يا اخي، لابد انه يكون عندك. لو واحد قال لك ما الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول، لابد يكون عندك، خاصة الا انت ما شاء الله من البيت الى المسجد ما تلتقي هذا ممتاز. لكن اذا كنت بهذا الان الفضاء المفتوح لابد يكون عندك علم. سنأخذ عشان تعرفون شلون أهمية هذه المادة. دعوة أحيانا ترى يكون هو إنسان مستقر الإيمان عنده، هو صحيح الآن لا يستحضر جواب، يعني كلكم أنا أدري غالب الكلام الذي سأقوله الآن تعرفونه، لكن لما وقت يأتي واحد يسألك هذا السؤال يصدمك، لأن أنت طبيعي يعني أمر مسلم عندك. فليس معناه أن أنت غير مقتنع أبدا، أنت مقتنع لكن الآن غير محضر للجواب. الآن سنأخذ الأجوبة هذه، وجميل أن تكون مستحضرا لها وأن تركز عليها. ولما تدرس مثل هذه المادة ما تدرسها حق اختبار، لا تدرسها لك أنت في حياتك، في عقيدتك، في إثبات صحة القرآن. طيب هذا لما قال كفار قريش وإلى الآن يقولون أن القرآن ليس بكلام الله وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تأليف، افتراء، إفك وكذب.
نقول أنت كلامكم هو الإفك والكذب، وهو كلام الله لا شك عندنا أبدا. قالوا ما الدليل على ذلك؟ نقول بدال الدليل 2 3 4 ما كم شئت من الأدلة نعطيك على أن القرآن هو كلام الله. الدليل الأول صفحة 92، هم يقولون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي افتراه أو هو الذي ألفه. نقول لو كان كما تدعون بهذا الافتراء والادعاء على النبي صلى الله عليه وسلم لنسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربه. لو يريد الزعامة لقال أنا الذي قلته، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا كلام الله، ما قال هو منه، لأن لكان من الفخر أن ينسبه لنفسه، لأن القرآن أعجزهم، خاصة الرسول عليه السلام أعجز العرب وتحداهم، فلو أراد الزعامة وأراد مجدا شخصيا لنسبه إلى نفسه، لكن هو ما أراد مجدا شخصيا صلى الله عليه وسلم أو وجاهة أو كذا، لا، ويريد أن يبلغ رسالة الله عز وجل، ليس كما يتهمه المتهمون أنه فعل هذا فقط لأن يكون زعيما أو قائدا عربيا. هو قال هذا ليس من عندي، هذا من عند الله. هذا واحد. والآن ترون من يريد الشهرة أو من يريد الزعامة دائما كل شيء باسمه. نعمل مشروع، إذا ما تحط اسمي أنا ما راح أشتغل وياك، بتحط شعار جمعيتنا ولا بتحط شعار جمعيتكم، بتحط اسمنا ليش؟ يبون وجاهة ويبون زعامة، لكن الذي يريد ما عند الله عز وجل لا تحط اسمي، حطيت اسمي ما حطيته، أنا أريد الأجر من رب العالمين. طيب الدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالقرآن من عند نفسه، بل هو من عند الله. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة 40 سنة ماذا كان يسميه كفار قريش؟ الصادق الأمين. هل ممكن واحد 40 سنة ما عرف عنه أنه كذب كذبة واحدة، ثم بعد 40 سنة يكذب أعظم أنواع الكذب على الله؟ بالعقل يا أخي، واحد عمره ما قتل نملة، وإذا قتل نملة بالغلط يطيح مغشي عليه، ممكن يذهب ويقتل 1000 شخص. دليل عقلي ولا لا؟ واحد من أصدق الناس وشهد بذلك الكفار قبل المسلمين والأعداء قبل الأصدقاء، كيف يدع الكذب على الناس ويذهب ويكذب على رب الناس ويقول أنا أرسلت من الله؟ ما يمكن بالعقل يا أخي. هذا دليل عقلي آخر، والله عز وجل أشار إلى هذا الدليل كما قال لكفار قريش وما صاحبكم بمجنون. قال صاحبكم، لماذا صاحبكم؟ تعرفونه، صاحبكم تعرفونه، أنت واحد صاحبك مصلي مسمي طالب علم 24 ساعة في المسجد كذا 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 كذا، ثم واحد يأتيك يقول لك أنا أعرفه هذا ملحد، قل أعوذ بالله فلان هذا صاحبي أنا 30 سنة صحبه وياه، صح ولا لا؟ صاحبي أنا، أنت طالع وياه وراد وياه وسافرت وياه وكذا، ما يمكن. لهذا الله عز وجل قال لكفار قريش وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم أنتم تعرفونه. قال ما ضل صاحبكم وما غوى. طيب هذا الدليل الثاني، الدليل الأخلاقي للنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث الدليل البلاغي. كل صاحب بيان وذوق وفصاحة يعرف الفرق الشاسع بين بلاغة القرآن وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يعرف البلاغة، وهذا لمن درس البلاغة يعرف، لكن من لم يدرس البلاغة ما يدري. العرب بالسليقة عندهم البلاغة، لما قال فأتوا بسورة مثله عجزوا، هذا بلاغة القرآن لا نستطيع أن ب10 سور عجزوا، ائتوا بالقرآن نفس عجزوا، ما استطاعوا، وشهدوا للقرآن إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، أو إن له لطلاوة وعليه حلاوة، إن أعلاه مثمر وإن أسفله مغدق، إنه يعلو ولا يعلى. هذه شهادة واحد من كفار قريش. لماذا؟ لبلاغة القرآن. ويا خسارة من لم يدرس البلاغة ويتذوق ويستمتع ويتلذذ بالقرآن بهذه البلاغة. كفار قريش يتلذذون بسماع القرآن أكثر منه ربما من الناحية البلاغية. الدليل الرابع، أن تذهب، كيف ستعرف هذا؟ لما تدرس البلاغة روح ادرس بلاغة المعلقات ال10، بعدين ادرس بلاغة فلان، وادرس بلاغة علان، واقرأ قطعة أدبية، ثم اذهب واقرأ عن بلاغة القرآن. والله تزهد بكل ما يقولونه من بلاغة في المعلقات وفي الشعر وفي كذا وفي كذا وفي كذا. لما تقرأ وتستمتع بالقرآن وبلاغة القرآن تزهد عن كل ما سواه.
وهذا أحد المعاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أتى عن بعض السلف قال: ليس منا من لم يستغني بالقرآن، يستغني بالقرآن عن كل ما عداه. طيب، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع الدليل الغيبي. كيف الدليل الغيبي؟ هم يقولون أن القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الله. نقول لهم: طيب كيف الرسول عليه السلام عرف المغيبات؟ هل ممكن من البشر أن يعرف الغيبي؟ أمر غيبي. واحد قاعد في مكة ما درس، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما يعرف القراءة والكتابة، ولم يتلقى التعليم لا في مدارس ولا في كتاب ولا شيء. طيب بعد 40 سنة يعطينا المغيبات الماضية بتفاصيل قصص الأنبياء. كيف؟ من وين؟ كيف عرفها؟ بالعقل. نقول لهذا المبطل: كيف يعرف تفاصيل قصة يوسف وهي الموافقة لما صح من الكتب السابقة؟ طيب كيف عرفها الرسول عليه السلام؟ قصة نوح، قصة هود، ذي القرنين، أهل الكهف، القصص الكثيرة الماضية، كيف عرفها الرسول عليه السلام؟ تخيل واحد رحت سجنت أنت بسجن أول ما انولد، أعطيته أكل وشرب، لما عمره 30 سنة، بعد 30 سنة بدأ يقول لك قصص وهو ما التقى بأحد من العلماء. ما يمكن إلا أن يكون وحي. طيب لهذا الله عز وجل يعقب على سور أو قصص الأنبياء بقوله جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين. وقال الله عز وجل في ختام قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت تعرف. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالمغيبات المستقبلية بالقرآن. كيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سيحدث في المستقبل إلا أنه يوحى إليه؟ مثلا في سورة الروم قال الله عز وجل: غلبت الروم، كان في حرب بين الروم وفارس، قال الله عز وجل: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين من 3 إلى 9 سنوات، ووقع ما أخبر به القرآن قبل أن يقع. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا إلا أنه يكون من الله عز وجل؟ أيضا أثناء الضعف عند المسلمين في الفترة المكية ينزل الله عز وجل قوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. كيف عرف الرسول عليه السلام إلا أنه من الله سبحانه وتعالى؟ أيضا هذا الآن الدليل الغيبي. الدليل الخامس العتب الرباني. ما معنى العتب الرباني؟ نقول لهم: لو كان كلامكم صحيحا أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عند الله، لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعاتبه وأن الله عز وجل يلومه على بعض الأمور، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ثم قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان هو من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول عن نفسه هكذا؟ ما يمكن. أيضا كما عاتبه الله عز وجل وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فهذا من أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين، كان أمينا صلى الله عليه وسلم، ويثبت ما ذكره الله عز وجل وما قاله ولو كان في عتابه عليه الصلاة والسلام. آخر دليل في إثبات أن القرآن من الله وليس من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان الرسول أحوج ما يكون أن يجيب بالوحي بالقرآن لكن لم ينزل فما يجاوب. قالوا دليل تأخر الوحي رغم الحاجة له، مثل حادثة الإفك. ما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي اتهم زوجه وما الذي حقيقة ما وقع وكذا، وظل الوحي تأخر قريب من شهر أو شهرا. لو كان من عند نفسه عليه الصلاة والسلام وتأليف بعد 2 3 يقول هذه آيات تثبت أن كذا وفلان مبرأ وفلان متهم وفلان كذا وحل الموضوع، لكن جلس ما قال شيئا صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أدلة تثبت أن القرآن حق. وكذلك الإعجاز بأنواع المتعددة كالإعجاز العلمي المشهور اليوم الصحيح منه طبعا. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف
وجعل بين البحرين حاجزا. بعض البحار الآن فيها حاجز رباني، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يعرف؟ مثلا لما الله عز وجل يذكر المركوبات في سورة النحل ثم يقول ويخلق ما لا تعلمون، في مركوبات أخرى ما لا تعلمون، وهناك أو مخلوقات أخرى ما لا تعلمون، والآن يكتشفون مخلوقات في أعماق البحار وفي كذا وفي كذا. كيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين كذبوا بآياتنا سنصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلود لما تحترق لا تشعر، وأن تتبدل ليزداد العذاب؟ ويوجد الباعوض ويوجد أمور كثيرة. يعني هذا أيضا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، هذا من الله سبحانه وتعالى. الإعجاز الأخلاقي أو الاجتماعي، كيف رجل أمي نفس النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يقسم المواريث تقسيما دقيقا. الأب له حالات، الأم لها حالات، الأخت لها حالات، الأخ الشقيق له حالات، الأخ لأب. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمي لم يدرس يعطي هذا النظام الدقيق؟ كذلك الإعجاز التشريعي، شلون علاقتك مع الناس، بيع وشراء ويوجد أحكام دقيقة، شلون علاقتك في الزواج، كيف علاقتك بالصلوات، علاقتك مع الله، الزكاة، كل هذه فيها إعجاز. لكن ما عندنا وقت، لكن اقرأوا بعضا من كتب الإعجاز بأنواعه المختلفة تثبت أن هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الله جل وعلا. طيب، المسألة بعد ذلك قال نزول القرآن الكريم. في القرآن الله عز وجل بين نوعين من الآيات، آيات تثبت أن القرآن نزل جملة واحدة أو أن القرآن نزل كله، وبعض الآيات تثبت أن القرآن نزل منجما مقسطا على الأحداث. يعني مثلا أنا أسألكم، مدة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ كان القرآن ينزل 23 سنة ولا نزل في البداية 23 سنة؟ معروف ها؟ طيب، قال الله عز وجل إنا أنزلناه. ما هو الذي أنزله الله في ليلة القدر؟ كيف نزل في ليلة القدر ولا نزل 23 سنة؟ لا، برفع اليد عشان قول. نزل كامل على جبريل وبالسماء. لا، أنت فكر بالإجابة وبعدين جاوب. ها قول. ابتدأ الصور فيه من ليلة القدر، ابتداء فقط، لكن ما نزل القرآن في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه ما نزل تقول. شفت شلون في بعض الآيات تحفظها وتعرفها وكذا، وأنت مرسخ عندك معلومة أن القرآن أنزل بحسب الحوادث. طيب وأنت شلون حافظ إن أنزلناه في ليلة القدر؟ ما استشكلت هالآية أبدا، عمرك ما سألت كيف القرآن نزل في ليلة القدر ولا نزل على 23 سنة؟ لما تقرأ القرآن يمكن لا، وكله يمكن هذه ما تنفع بالعلم، لأن كل شيء يمكن، لكن العلم لابد أن نجيب على هذه الإشكالات، نفهم. فالقرآن ورد بنوعين من الأدلة، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعندنا نوع آخر من الأدلة مثل قوله تعالى وقرآنا فرقناه جزأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الآن نزل كله ولا نزل على مكث. وقال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار قالوا خلينا ننزل القرآن كامل، كل ساعة نازل لنا شوي. قال الله عز وجل ردا على هذا الطلب، يعني الله عز وجل سينزله منجما. لماذا؟ الحكمة قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا لم يستجب لطلب الكفار. طيب كيف التوفيق بين هذين النوعين من الأدلة؟ هذا السؤال الذي سألتكم إياه. الجواب صفحة 99. الجواب صفحة 99. لكن قبل أن نذهب إلى 99
طيب لا داعي، نذهب الجواب مباشرة، نذهب للجواب صفحة 99 مباشرة. هناك أقوال لأهل العلم في التوفيق بين هذه الآيات، كيف نفهمها وكيف هو الجواب. القول الأول أن للقرآن نزولين، هذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم، وهو القول الراجح، وهو ترجيح القرطبي والنووي بن تيمية والسيوطي وابن حجر والألوسي إلى آخره، أن القرآن نزولين. ما هما النزولان؟ النزول الأول نزول كامل للقرآن، كامل من الله سبحانه وتعالى أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، عندنا 7 سماوات، وبعدها عرش الله عز وجل، والله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى استوى. نزل القرآن جملة كاملا من الله عز وجل أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا هذه اللي نراها. هذا النزول الأول بواسطة جبريل، هذا الذي فيه في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينزل علينا، نزل من سماء أو من الله عز وجل إلى السماء الدنيا. طيب هذا النزول الأول. النزول الثاني هو النزول الذي نعرفه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، هذا الذي كان لمدة 23 سنة، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث. هذا هو التوفيق بين الآيات حتى نفهم الآيات. ما الدليل على التوفيق؟ لو قال ما الدليل، واحد قال من يقول كيف عرفتم هذا؟ نقول الدليل على هذا هو أثر ابن عباس رضي الله عنهما، هو الذي وفق بين هذه الآيات وقال هذا يحمل على هذا النزول وهذا يحمل على هذا النزول. وابن عباس رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا من جهة رأسه ومن جهة نفسه، بل لابد أن أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكيف يعرف ماذا حدث في السماء في الأمور الغيبية؟ فإذا الأدلة جعلوا هم الدليل الأول الآيات اللي أثبتت النزول الكامل، والآيات التي أثبتت النزول المتفرق. الدليل الثاني قالوا هو الآثار الصحيحة عن ابن عباس، وذكروا 3 آثار عن ابن عباس، وكلها يكفيك أن تقول أثر ابن عباس رضي الله عنه في إثبات النزولين، في إثبات النزولين. قال الله عز وجل، أو قال عطية بن الأسود أنه سأل ابن عباس فقال إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وشهر ربيع الأول. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة كامل، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم. مواقع النجوم يعني مقسطا، يعني منجما، يعني بحسب الحوادث، رسلا يعني بتأودة ورفق في الشهور والأيام. طيب، والأثر الثاني والثالث بنفس المعنى. هذا هو القول الأول وهو القول الراجح وهو القول المشهور وعليه أكثر العلماء. بعض أهل العلم قالوا هو له نزول واحد، وهو النزول المفرق المنجم في 23 سنة، وهذا قول ضعيف، وردوا عليه في الكتاب أنه يعارض أثر ابن عباس ويعارض قول أكثر أهل العلم، ولا يجيب على الآيات اللي أثبتت النزول المفرق والنزول الكامل، وهم استفاضوا في الرد. طيب، ممكن أن نقرأ. طيب، عندنا وقت. قال أدلتهم هذا الذي قالوا لا القرآن له نزول واحد وهو النزول المفرق المنجم في 23 سنة، هو نسب هذا القول للشعبي ومحمد بن إسحاق، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا، ورجحه بعض المعاصرين. طيب، ما استدلوا به؟ قالوا استدلوا أول شيء قالوا لأن هذه مسألة عقدية، وأثر ابن عباس أخبار آحاد، ولا يمكن أن نثبت مسألة غيبية عقدية في الأخبار الآحاد. وقالوا أصلا أثر ابن عباس ضعيف. هذا الدليل الثاني. قالوا الدليل الثالث أن روايات النزول الكامل الموقوفة على ابن عباس ليس لها حكم الرفع، بل هي من الإسرائيليات، يعني أخذها ابن عباس من بني إسرائيل.
ولابد من قبول لابد من شروط لقبول قول الصحابي إذا كان يأخذ من الإسرائيليات. يعني هذا خلاصة ما قالوه من الأدلة لهذا. ثم ردوا عليها في الكتاب جزاهم الله خيرا. قالوا أولا ابن عباس لا يعرف عنه الإكثار من الرواية عن بني إسرائيل، فروايته عنهم نادرة. الأمر الثاني كثير مما يذكر عن ابن عباس أنه أخذ من بني إسرائيل كذب لم يصح، لأن الآن كثير من أقوال التفسير التي تنسب إلى ابن عباس غير صحيحة، لأن ابن عباس ترجمان القرآن وله ميزة، فأي قول تريد أن ينتشر قل هو قول ابن عباس وينتشر، فكذب عليه الكذابون كثيرا وموجودة في الكتب إلى الآن. الأمر الثالث أن ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه في البخاري أنه كان ينهى عن الأخذ عن بني إسرائيل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، يعني لم يخلط بغيره، لم يحرف ككتب بني إسرائيل. قال: وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ هو ينهى الناس، كيف تسألون بني إسرائيل وعلماء اليهود وعلماء النصارى وعندكم القرآن أثبت أن هؤلاء حرفوا كتابهم. ثم قال: لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم، يعني يقنع المسلمين كيف تسألون علماء اليهود والنصارى وهم لا يسألونكم عن القرآن، لماذا تسألونهم؟ وينهى. فكيف نأتي ونقول هو قال عن نزول القرآن أنه نزل جملة واحدة وكذا، هذا من بني إسرائيل، هو كان ينهى عن ذلك، ثم نقول له هو أخذ من بني إسرائيل؟ ما الدليل على ذلك؟ الأمر الثاني أو الرد الرابع على التسليم أن ابن عباس كان مكثرا من الأخذ من بني إسرائيل، هذا غير صحيح. وعلى التسليم أنه لم يأتي عنه أنه نهى عن الأخذ عن بني إسرائيل الذي ثبت في البخاري كما قرأته عليكم. على التسليم بهذا جدلا، ما علاقة بني إسرائيل بمعرفة القرآن وكيف نزل جملة واحدة وكيف نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروايات الإسرائيلية تتعلق بكتبهم، بقصصهم، بأحكامهم، لكن هم يخبروننا عن القرآن وكيف نزل، هذا ليس له علاقة. قال: وإن قيل باحتمال وضع اليهود لها فما الفائدة والمصلحة لهم من إثبات النزول الكامل للقرآن الذي يزيد من هيبة القرآن ويميزه عن سائر الكتب السماوية؟ كل هذه أمور ترد عليهم. أيضا يعني هذه بعض الردود، وأيضا نضيف عليها يعني ردود الفائدة لكم، يعني لأن هذه كل الردود على أن ابن عباس أخذها من بني إسرائيل. طيب هم من أدلتهم التي نقلوها عنهم أن الروايات عن ابن عباس ضعيفة، وهذا غير صحيح، بل هي مشتهرة. اشتهرت هذه الآثار عن ابن عباس، وصفحة 100 في الحاشية رقم 3 ذكروا كيف أن الآثار لها متابعة وهي صحت عند الطبري والبيهقي، وهي رويت بإسناد صحيح. طيب، ودليلهم الأول أن هذه مسألة غيبية فلا تؤخذ مسائل الاعتقاد من أحاديث الآحاد، هذه مسألة باطلة أصلا. من يقول أن لا نثبت العقيدة بأخبار الآحاد؟ لابد أن يكون الحديث متواترا حتى تثبت به عقيدة. ما الدليل على هذا أصلا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابي الواحد والاثنين إلى الأمصار ويدعونهم للعقيدة. أرسل معاذ بن يمن وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن في إيش؟ في دعوتهم إلى الإسلام. إنك تقدم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هل كان أهل اليمن معذورون لو قالوا لا هذا خبر آحاد، لأن أنت بروحكم يا معاذ أو أنت وأبو موسى الأشعري فقط اثنان وهذا آحاد، فلا نقبل الإسلام ونقبل العقيدة الذي أتيتم بها؟ هل سيكونوا كفار؟ طبعا سيكونوا كفار.
فإذا أن العقيدة لابد أن يكون متواتر، يرويها جمع عن جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب ويسندوه إلى أمر محسوس، لا يشترط. قد يكون حديث آحاد لكن صحيح، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جارية في صحيح مسلم: أين الله؟ فتقول: في السماء. فنقول: على العين والرأس. الرسول عليه السلام أقرها، خلاص نقبله ونقول الله عز وجل في السماء، كما النبي صلى الله عليه وسلم أقر. وحديث صحيح إذا أتى حديث آخر آحاد رواه صحابي ثم رواه عنه تابعي أو تابعيان ثم رواه عنه تابعي، ثم صنف في الكتب الصحيحة، في البخاري، في مسلم، في أصحاب السنن، في المسانيد، وصح الإسناد فيقبل وعلى العين وعلى الرأس. لا نرد الأحاديث الصحيحة بحجة أنها آحاد، ولا نقبل أحاديث الآحاد في العقيدة، بل تقبل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، متواترا كان أو آحادا. يعني هذه بعض الردود على هذه الشبهات. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.